بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الغلط في الصورة دي مكرونة بالبشاميل، ولكن ولادي طلبوا مني ان انا ازود البشاميل علشان تبقى كريمي، فزودته. يعني عملت المقادير مرة ونص. هي طلع طعمها حلو، انا عن نفسي ما فيش مشكلة بالنسبة لي، واضح كده ان هي البشاميل عالية هناك اهي. بل بالعكس، كمان انا زودت جبنة من فوق، انا عمري ما حطيت جبنة يعني قبل كده. فطبعا الجبنة طبعا طعمها حلو وكل حاجة. ولكن البشاميل العادية خالص اللي هي بالبقسماط من فوق برضو طعمها ممتاز جدا، وانا مش شايفة اي داعي ان الانسان يعمل اي حاجة زيادة يعني. الناس طبعا اللي هي بتراعي وزنها، البشاميل الزيادة طبعا هيبقى يعني مش مرغوب عندها. وبعدين الفراخ المشوية اللي ورا دي، انا حطيت عليها 7 بهارات وزبادي وحطيتها تتبل، وبعدين بعد كده حطيتها في الفرن. المشكلة اللي ممكن تبقى فيها ان لو الانسان سابها مدة اطول من اللازم فهتروح مجلدة من فوق، لان هي اصلا متشال منها الجلد. وربنا ان شاء الله يبارك لنا جميعا.